اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا سمعنا اشاعه ان دي سي ناويه تعمل مسلسل انيميشن لشخصيه ديدمان. لازم النهارده احنا نستغل الفرصه دي ونتكلم على ديدمان في الكوميكس، ناخد فكره عنه وعن قدراته. ديدمان هو شخصيه تبع دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر اكتوبر سنه 1967. الكلام ده كان في العدد رقم 205 من ست الكوميكس سترينج ادفنتشرز على ايد الكاتب ارنولد دريك. هو سوبر هيرو، اسمه الحقيقي هو بوستون براند، لاعب اكروبات يعرف باسم ديدمان. اتقتل وقت لما كان بيأدي عرض على ايد قاتل مأجور اسمه هوك. الآلهة الهندوسية اللي اسمها راما كوشنا بتديله إمكانية إن هو يبقى روح غير مجسدة، عندها القدرة على إنها تستحوذ على جسم أي كائن حي لغاية لما يلاقي القاتل بتاعه وينفذ العدالة. هو بيقرر في الوقت اللي هو بيدور فيه على القاتل بتاعه إنه يستغله في مواجهة ومحاربة الشر. بيطلع على جوثام عشان يطلب مساعدة أعظم محقق في العالم اللي هو باتمان في تحديد القاتل ومن ثم القبض عليه. أول لما بيوصل بيستحوذ على جسم باتمان، بيسجل ريكورد عشان يشرح الوضع فيه لباتمان، عشان باتمان لما يسيطر على جسمه تاني يبقى فاهم كل حاجة. باتمان بيقول له هساعدك، بس اللي حصل ان ديدمان هو اللي ساعده في حل قضية ومش بيعرفوا يتوصلوا للقاتل، وديدمان بيبقى محبط للغاية. اخيرا بيوصل لهوك وبيعرف ان هو عضو في فريق ليج اوف اساسنز، وان هو عشان يثبت جدارته كان محتاج ان هو يحدد ضحية ويقتلها. هو كان اختاره عشان شاف بوستر سيرك في صورته، فقال هو ده الضحيه المناسبه وهيبقى تحدي جميل ليا اللي انا اعرف اصيبه وسط الزحمه دي كلها. طبعا سبب يحرق الدم، هو قتله عشوائي يعني. بعد ما هو مات بنشوف ان اخوه التوأم اخد الهويه بتاعته وكمل في السيرك، فليج اوف اساسنز بيشوفوا ان بوسطن لسه عايش وبيتهموا هوك ان هو فشل في اداء المهمه بتاعته، بيقبضوا عليه بيعملوا له محاكمه. اللي عمل المحاكمه دي واحد اسمه سينسي، بيحكم عليه ان هو يموت وبالفعل بيموته. ساعتها ديدمان بيبقى متضايق للغايه عشان هوك مات للاسباب الغلط. بيروح مدينه خفيه في الهيمالايا اسمها ناندا باربات، هناك بيقدر يكون ليه وجود مادي. اللي بيحرس المدينه دي هي راما كوشنا، هو بيروح وبيقابلها. ليج اوف اساسنز بيبعتوا رجاله وراه بيسمموه، بيتلاعبوا بعقله وبيقنعوه ان اكبر عدو ليه هو باتمان. بيروح جوثام وبيهاجمه بكل الطرق، وبعد كده بيوحشوا الحركات البهلوانيه، بيسيطر على جسم اخوه وبيقرر ان هو يعمل عرض. بس للاسف جسم اخوه مش مرن بما فيه الكفايه، فكان هيقع ويموت. باتمان بينقذ حياه اخوه، هو بيشوف ان باتمان ده حليفه، ما ينفعش يكون ده شرير. هما الاتنين بيتحالفوا مع بعض وبيحبطوا مخطط سينسي اللي كان عايز يدمر ناندا باربات. بيتعاونوا مع بعض بعد كده عشان يقضوا على منظمة إرهابية بتمد المجرمين بهويات جديدة. وقت لما كانوا بيحققوا بشأن المنظمة دي هو بيحب الزعيمة بتاعتهم، وللأسف بيضطر يقتلها عشان ينقذ حياة باتمان. بيعمل هو وباتمان مهمات تانية، أشهرهم لما تعاونوا عشان يقبضوا على بومرانج كيلر اللي هو أخو بروس وين. بيتعاون مع ناس تانية مش بس باتمان، زي لما تعاون مع فانتوم سترينجر، وبمساعدة راما كوشنا هو بيعرف يغير مصير أرواح سوبر هيروز كانوا ماتوا، زي فلاش باري ألان وروبن اللي هو جيسون تود. ومرة حاول يسيطر على جسم الجوكر بس معرفش عشان الجوكر مجنون جدا. في قصة بلاك سنايت هو بيساعد الأبطال، بيعرفهم ازاي يتغلبوا على نيكرون. في نهاية القصة بيكون واحد من 12 شخص بيرجعوا تاني على قيد الحياة بسبب الوايت لايت. هو بيدور على هدف جديد يعيش من أجله، بيكون الوحيد فيهم اللي معاه الوايت رينج، بيبقى مكلف بمهمة البحث عن شخص بتدور عليه الوايت انتيتي بمساعدة هوك ودوف اللي حبها. بعد كده بيبقى وايت لانترن وبيضحي بنفسه عشان ينقذ دوف، وبنشوف ان هو بعد ما بيموت بيرجع تاني لشكل الروح الغير مجسدة. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي ايه قدراته؟ هو ملوش جسم مادي، لذا هو بيسيطر وبيستحوذ على اجسام الاخرين، بيبقى ليه سيطره كامله، وان كان الاشخاص اللي روحهم عنيده بيعرفوا يطردوه. بعد ما بيسيب الاجسام الناس مش بيبقى عندهم اي ذكريات تتعلق بالوقت اللي هو كان فيه مسيطر على الجسم. هو ليه سيطره على شخص واحد بس في المره، ولو طول في جسمه اكتر من اللازم ممكن يتحبس فيه على طول. في شكله الغير مادي البشر العاديين مش بيعرفوا يشوفوه، عكس الناس اللي عندهم قدرات سحريه زي مدام زاندو. برضه في الهيئه دي بيبقى عنده القدره على الفيزنج والقدره على الطيران. وطبعا لما بيكون مستحوذ على جسم حد هو بيبقى مقيد بامكانيات الجسم ده، ودي نقطه ضعف قاتله. ولو الشخص ده مات هو مش هيموت معاه لان هو اوريدي ميت. هو كمان خبير في الالعاب البهلوانيه وخبير في الفنون القتاليه. بالنسبه لظهوره في الاعمال الفنيه، لو هنتكلم على المسلسلات فهو ظهر في مسلسلات الانيميشن تين تايتنز جو، باتمان ذا بريف اند ذا بولد، جاستس ليج انليميتد، بالاضافه لدي سي نيشن شورتس. كان في مخطط ان يتعمل له مسلسلين لايف اكشن، مره سنه 2003 ومره سنه 2011، وفي المرتين المشروع ده فشل. لو هنتكلم على الافلام فهو ظهر في افلام الانيميشن تين تايتنز جو
تو ذا موفيز جاستس ليج دارك، وظهرت نسخه ميكس بينه ما بين نايت وينج اسمها ديد وينج. كان في مخطط يتعمل له فيلم لايف اكشن وبرده المشروع ده فشل، وظهر في 3 العاب فيديو جيمز. وزي ما قلنا في بدايه الحلقه، في اشاعه بتقول ان دي سي ناويه تعمل له مسلسل انيميشن، وخصوصا ان جيمس جان السي او بتاع عالم دي سي شير صورة بيعمل فيها تيزنج للمشاهدين. لسه هنشوف ايه اللي هيحصل. بس كده دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على ديد مان في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت ايه رايك في الشخصية دي، لو اتعمل له مسلسل انيميشن هتحب تتفرج عليه ولا لا. احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.